السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. طبعا يا جماعة شفنا كتير جدا من جميع أطياف الوطن العربي الأوروبي لما بتنزل أرض المغرب تاني يوم لما بيروحوا وطنهم بتلاقوا كده طالعين يتكلموا عن المملكة المغربية من حيث القيم، الجمال، الترحاب، الثقافة، الحضارة، التنوع الثقافي والحضاري، البنية التحتية. يعني أي حد بينزل المغرب بيطلع تاني يوم يتكلم عن اللي شافه بعينه. يعني مش كلام أنا، ده كلام الناس اللي بتنزل وتطلع تعمل بث مباشر، تطلع كده في لقاءات أو تطلع كده تعمل كده قناة وتتكلم عن اللي شافوه بعينيهم في المملكة المغربية. وطبعا شفنا كتير جدا من جميع أنحاء الوطن العربي هم اللي قالوا الكلام ده. هنشوف مع بعض الفيديو وبإذن الله هنرجع مع بعض في نهاية الفيديو. يلا بينا. أنا اليوم عملت جولة هنا في المغرب، شفت الرباط، شفت طنجة، شفت وجدة، شفت الدار البيضاء، طرقات كيفاه دايرة، السياحة كيفاش، الدولة. يعني هناك دولة، الناس مطمئنة اجتماعيا، جالسين الناس تتكلم في السياسة، لا يخاف زوار الليل يجوا يخطفوه ولا أي شيء، ناس حرية. لا شفنا مجاعة ولا شفنا طوابير ولا شفنا حتى شيء. علاش ما تكونش بلادنا كما هكذا؟ أنا لا أقول ذلك حسدا في المغرب، بل أني أتمنى لها كل الخير، ولكن أتمنى أيضا للجزائر أن تكون كالمغرب. يا سيدي ما قلنا لكمش كونوا كما قطر ولا السعودية ولا الإمارات، ولا رغم أنكم دولة لديكم غاز ونفط، وكالمغرب يا سيدي كي جار. يا أخي المغرب تكرهوه وتحقدوا عليه. يا سيدي كونوا خير منه، ما تكونوش خير منه، كونوا كيفه فقط. لا عندنا بنى تحتيه، لا عندنا مرافق سياحيه، لا عندنا حتى شيء. هنا تدخل فنادق تجد ما لا تتخيله، تمشي في الشوارع نظيفه، الامور مرتبه، المجتمع مستقر نفسيا، المجتمع مستقر بمعنى الكلمه، ما عندوش خوف من الغد، ما عنده خوف من الحاضر، ولا عنده ندم على المستقبل وحنينه الى الماضي، بل المجتمع يتطلع الى المستقبل. كونوا كيفهم. دمرتم إرادة الجزائريين في بناء وطنهم وما زلتم تصرون على هذا الشيء. خوتي مغاربة، حبيت نعرف حاجة برك. سقسيت واحد الطاكسي، قلت له لازم تديني المحطة طرقية، جابني هنا خوتي. قلت له يا سيدي حم والديك، أنا راني نبحث على محطة طرقية ليس بالمطار. قال لي يا سيدي هذا خلاص، هذه خلاص محطة طرقية. قلت يا سبحان الله، إذا كانت هذه محطة طرقية كيف يكون المطار في المغرب؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. واش خوتي راكم مليح كيما راكم تشوفوا خوتي، راني في الرباط، راني نحوس هنايا خوتي، والله غير راني نحس روحي جيت من الثمانينات، راني جيت 2025 يا خوتي. والله الناس هربوا علينا يا خوتي، هربوا علينا 100 سنه يا خوتي. كيما راكم تشوفوا هذه مدينه عالميه يا خوتي، هذه مدينه لا مجال للمقارنه بمدن افريقيه ولا مدن عربيه كما راكم. تحداكم تعطوني السيارة قديمة ها في المغرب، ها اتحداكم تعطوني السيارة تاع 1900 والروز. ها قال لك المغرب في المجاعة. وش هي المجاعة يا أخي؟ المغربي الفقير راهو راكب على السيارة 2015. شوفوا خوتي الله يبارك، والله غتحسب روحك في مدينة أوروبية، ما راكش في مدينة إفريقية يا خوتي. الله يبارك، والله الناس خدموا بلادهم يا خوتي، الله يبارك. كما راكم تشوفوا النظافة تاع الشوارع، البنية التحتية كي دايرة ما شاء الله، النظافة يا خوتي. والله يا خوتي اللي راه يقرر روحو بالمغرب راهو ما فاهم والو، راهو ماشي فولو يا خوتي. لازم لك تحوس باش تفهم يا خوتي، ما حدك ما زرتيش المغرب ما راكش تفهم والو يا خوتي. والله الله يبارك. شوفوا معايا واش لقيت هذيك الفكره وقولوا لي كيفاش تسموها. ديجا بدايه بمرسيدس، شوف كيفاش الديزاين. اي والله شوف بسم الله. اي والله شوف عنده الحلزون. اي كل واحد يقول لك كيفاش يسموه، فكره مانيفيك.
حاجه شابه بزاف والله. بعدين زيدك شويه فيه السواد ما شاء الله. يعطيك الصحة اخويا، الله يفتح عليك، الله يبارك فيك. فكرة وضحكة وراني مستغرب اقسم بالله. هادي في خاطر واحد اللي راهو يقول المغاربه راهم مازال عايشين في العهد نتاع الطين. شوف يا بابا، شوف النظافه، شوف اللي جوين تاع الاطفال، شوف النظافه يا بابا، شوف يا بابا، شوف هادي تواليت، شوف يا بابا، شوف يا بابا، شوف هذا لا والله راك تقول لي راك في السويد ولا شوف واحد يقول لك مملكة عطين. شوف مملكة عطين، شوف هذا هو الباركينج. شوف نظافة خوتي الباركينج، شوف ما شاء الله صورك الرحمة. اول فيديو في وسط موروكو مراكش. راح نروحوا دوكا اشهر مسجد هنا في مراكش، مسجد الكتبيه. راح نبداو الصلاه نتكلوا على ربي في البرنامج تاعنا. حكمت طاكسي، السلام عليكم. او قلع ما كانش الوقت. هاد المعدنه شحال عندها؟ 1200. جاز عليها الزلزال وما طاح. سبحان الله. الله يتقبل خوتي، الله يتقبل. هذا هو الجامع تاع الكتبيه القديم كاع. جاو الدوله موحديه هدموه، خلاو غير المعدنه هذه ما قدروا لهاش، عاد بناو المسجد اللي صلينا فيه دوكا. الهديه مغربيه، الشابو به. راح نروحوا ناكلوا الكسكس. علاش تحلى الكسكس المغربي؟ طعام جاي رقيق بزاف، المرقه ما كولر تبدلت. بسم الله. ماما مية مرمى كلينا الكسكس هذاك الحار والحلو. جينا ديريكت نوري لكم مدرسة بن يوسف مشهورة هنا في مراكش. 50 درهم للدخلة. جزائري مرحبا بك. 10 هذا ما كان. أنا جايز طريق عجبتني ندوق وحدة. واسمها هذه مرزاقورة، الصحراء تاع المغرب. انت منين؟ أنا جزائري. مرحبا بك يا حبيبي الجنة. أطماط جزائرية. أنا قادر نموت ماني جامو بصح غنى لنا. والله غير عندي شي ساعة وأنا نقصر مع الحاج. نقول لك نصيحة عزيزة عليك ونختمها. والمسلمين والله يجمعنا برحمة الله. سلام عليكم. في احسن الاحوال، المواطنين، لا بوليس، تسيير الداخل، الشرطه كان في احسن الاحوال صراحه. حتى المواطنين اليوم جينا في الطاكسي قال لك اقسم لك بالله ما تخلصوا. هذا اكرام قليل ونلقاوه في المدن المجاوره والعربيه. بزاف ناس رحبوا بنا ونشكروا خاوتنا المغرب، وما كناش نتوقعوا هكا، ما كناش نتوقعوا. كي تتبعوا مواقع التواصل الاجتماعي حاجه اخرى، بصح في الواقع حاجه اخرى ثانيه. خلاص بارك الله فيكم خاوتنا المغرب. نشكر بزاف الشرطه المغربيه، احسن كما يقول لك تعاملوا لنا واحد المعامله نحييهم بزاف منا ما هاد المنبر ان شاء الله، وعملوا لنا احسن معامله. ما حسوناش بلي رانا في الغربه ولا بون. انتم معروفين بهذا الكرم هذا ديال هذا الجواد والكرم. خلينا نشكركم بزاف اكثر من هذا. واش شافوا الشعب الجزائري هذا الاستقبال حنشوفوا في لاكوب دافريك اكثر من هكذا. احسن استقبال هنا في المغرب، سورتو من ناحيه الامن، من ناحيه الشرطه، من ناحيه كل شيء. الله يبارك اخويا، ما عندنا ما نقولوا عليها. نتوقعوها شويه نلقاوها معكره، وكنا ما نقدروش نبداو ليها. لقيناهم بكل مرحبوا بنا خاوتنا. الشعب بكل معنا، الشعب بكل فرح بينا وبكل مرحب بينا وبكل دخلونا لديارهم. وهو مغربي اخويا دخلنا لداره وكلنا من عنده وتهلا فينا ودانا وجابنا ويدور بنا بالطاكسي تاعو. اهلا الجماعه، راني درك لحقت الكاسه ميت بالعيا. اول حاجه دوك نديرها نروح نبدل لورو. درك نسقسيك حاجه، علاش هما كيما اي بلد اوروبي عندهم بيرو تاع الصرف تشونجي، وكي تجي خارج تشونجي وشغل نورمال، شغلنا عندهم حتى مشكل. علاش حنايا لازم نروح نبدل في النوار وما عندهمش النوار هنايا؟ ما كاش كي نخرج للزنقه ما كاش وين نبدل، ما كاش. هاو تلحق، هاو كاين
البنك كامل خدامين، ما كاش مشكل. ها فوالا تاع الصرف. هذا البلاد حتكمل وتكمل تنمو وتكمل تعيش وتكمل تنهض وتكمل كأي بلد في العالم. هاي العشرة تاع الليل. حبوا تفهموا المغرب على ينجح. العشرة تاع الليل راهم يبنيو، يخدم ليل ونهار، يبنيو ليل ونهار. ما كاش اللي يقول له ها راهم يبنيو، هاهم خدامين، هاي باطيمة راهم يكملوا فيها. فوالا هاهم بيهم ليكيب تاع الليل، هم قاع يخدموا، هم قاع خدامين نورمال. شغلك في النهار وشنو هي العشرة تاع الليل. ليكيب تاع الليل سي بور سا تطلع لك باطيمة مانيش عارف جاها. فوالا يكيب داخله يكيب خارجه نورمال، هكاك تزدهر بلاد. طبعا يا جماعه شفنا وسمعنا مع بعض الجزائري وهو بيتكلم عن حريه التعبير في المملكه المغربيه. اول حاجه اتكلم عنها الاقتصاد، البنيه التحتيه، التشييد العمراني، الترحاب، الكرم، الشهامه. وعلى فكره هنا مش الجزائري بس اللي اتكلم الكلام ده اي حد هنا بينزل المملكه المغربيه بيشيد بالكلام ده. طبعا يا جماعه شفنا كتير جدا من جميع اطياف الوطن العربي اول هنا ما بتنزل المملكه المغربيه بيشيدوا بجمال المغرب، بيشيدوا بالشوارع النظيفه، الترحاب، حسن الاستقبال، الكرم. لو انت هنا نازل المملكه المغربيه هتحتار تروح في اي مدينه في المملكه المغربيه، طبعا نظرا للجمال الرباني، البنيه التحتيه، التشييد العمراني. عشان كده يا جماعه بقول المملكه المغربيه هي الاولى في القطاع السياحي، فعشان كده بيجيبوها، يعني الناس بتنزلها مش مره واحده في السنه، لا بتنزلها كتير. عشان كده يا جماعه بنقول لو انت جاي عندي ولقيتني عندي المعامله الطيبه، المعامله الحسنه، فبالتالي هتيجي مش مره واحده، هتيجي مره واثنين وثلاثه. عشان كده بنشوف جميع اطياف الوطن العربي بتنزل المملكه المغربيه مش مره واحده، ده كذا مره في السنه. يا رب كده يحفظ المملكه المغربيه ملكا وشعبا وسائر المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه لحضراتكم.